قصتنا اللي بنحكيها النهاردة هي واحدة من أرعب القصص الحقيقية اللي حصلت سنة 2022 مع بطل قصة شاليه العمال. ولكن وقتها محمد كان عنده 27 سنة. بيقول كنا في شهر يناير زي دلوقتي كده في الشتاء يعني، وفي الصعيد والمناطق الجبلية بالذات بيبقى الجو تلج. عمي حسن شغال غفير لمعدات طرق عند الجبل، ويومها جاله نزلة برد شديدة، فقال لصالح ابنه اللي عنده 32 سنة: روحنا بطشيتي النهاردة هتلاقي الغفير خيري، قوم معاه بالليلة النهاردة وإن شاء الله بكرة أكون شديت حيلي. ولأن المكان ده في نجع جنبنا ومسافة بعيدة، قال له يبيت معاه ويرجع الصبح إن شاء الله. أما أنا كنت قاعد في بيتي مستني العشاء تأذن علشان أصلي، وبعد كده أروح المكان اللي بيتجمع فيه شباب النجع، واللي هم كلنا أصلا عيلة في بعض، ولاد العم وولاد الخالة. بنولع نار ونشرب شاي ونسهر ونضحك لحد نص الليل، قعدة رايقة يعني مليانة دفى وحكاوي وضحك من القلب. اتفاجئت بالباب بيخبط قبل الأذان، ولما فتحت لقيت صالح ابن عمي وبيقول لي: النهاردة يا واد عمي مش هقدر اجي اقعد معاكم. سألته ليه كده؟ قال لي أبويا تعبان وهروح مكانه الغفر. قلت له خلاص يا واد عمي، أنا جاي معاك، بس نفوت على عمي الأول أطمن عليه ونروح النجع سوا. المهم رحنا مع بعض واطمنت على عمي، واتحركنا بعد كده على مكان الغفر اللي بيشتغل فيه عمي حسن. المكان كان وسط الجبال، وعلى الرغم إني مش جبان، بس بجد الجبل بالليل وفي الشتاء وصوت الريح يدخل الرهبة على القلب. لقينا عم خيري مستنينا، والأوضة بتاعته عبارة عن كوخ خشبي وحوالينا معدات الرصف. طلب من صالح ابن عمي يجيب حطب علشان نولع نار ونشرب شاي. قلت لصالح لأ خليك انت وهروح أنا أجيب علشان نولع ونتدفى. رحت أجيب، والجو في الجبل كان برد يخلي عظم الواحد يترعش، وتحس حركة الريح في الضلمة كأن في خيالات بتتحرك حواليك ومستنياك تديها ظهرك علشان تهجم عليك. استعذت بالله من الشيطان الرجيم ولميت الحطب ورحت لهم وولعنا النار وقعدنا حواليها، وقلت لهم عقبال ما تصبوا الشاي هصلي العشاء جنبكم هنا. خلصت الصلاة وقعدت أشرب الشاي معاهم، وفجأة جه تليفون لصالح ابن عمي، بس اما رد كان باين عليه انه مش سامع كويس بسبب الشبكة مش احسن حاجة في المكان. عم خيري شاور له على منطقة يقف فيها علشان يلقط شبكة كويس، وفعلا راح المكان ده. بس انا قلبي مش عارف ليه ما كانش مطمن للمكالمة دي، وبقيت مراقب تعبيرات وش ابن عمي وهو واقف بعيد، وفعلا مخاوفي حصلت، ولقيت وشه ظهر عليه الصدمة والحزن. قمت من مكاني ورحت أسأله وصوتي بيترعش من البرد والخوف. قلت له في ايه؟ قال لي ابن خالد كهرب ومات ولازم نرجع البلد. حزنت من جوايا قوي لأنه طفل عنده 10 سنين. قلنا لعم خيري اللي حصل وقال لنا صح لازم تنزلوا حالا، واتحركنا بسرعة علشان نلحق نوصل. أول ما وصلنا رحنا على بيت خال صالح، ولقينا البلد كلها متجمعة هناك، والحريم بتصوت على آخرها وبتعيط. سألناهم هو فين حاليا؟ قالوا في المستشفى العام. اتحركنا على هناك، وهناك اتأكدنا من خبر وفاته. وقتها الجماعة قرروا إن مجموعة تسعى في تصريح الدفن، ومجموعة تاخد الولد البلد الأول قبل الدفن. التوقيت وقتها كان 11 بالليل. عمي الكبير ويعتبر كبيرنا كلنا اتصل بحفار المقابر واسمه علي الحفار، واسمه ده نسبة لمهنته. علي ده هو اللي ماسك المقابر كلها، هي كبيرة وبتضم عائلات كتير. المهم عمنا عبد العزيز كلمه علشان يفتح المقبرة ويجهز الدنيا. رد عليه علي وقال له مستحيل افتح الجبانة لوحدي دلوقتي، اللي هي المقابر يعني. عمي عبد العزيز رد عليه وقال له خلاص هبعتلك ولد اخوي يفتح معاك. وبص على صالح ابن عمي وانا كنت واقف جنبه، وكلم صالح لانه الاكبر مني سنا، وسأله عارف مكان بيت علي الحفار ولا لا؟ صالح قال له عارفه يا عمي. قال له تمام، اطلع على بيته وساعده يفتح الجبانة علشان خايف يروح لوحده. صالح قال له تمام يا عمي، وراح بصلي. قلت له معاك يا واد عمي يلا بينا. كانت الساعة وقتها 12 بالليل. خدنا عربية نص نقل واتحركنا على بيت علي الحفار. وصلنا وخبطنا،
فتح لنا راجل باين عليه في 60 من عمره، لكن شكله والرعشة الخفيفة اللي في ايده بتوضح ان الراجل ده شاف اهوال في المقابر. بعد ما فتح لنا وشافنا وعرفنا اننا تبع عمي عبد العزيز، دخل تاني جاب كشاف كبير وجي وراح ناحية بوابة المقابر، وفتح باب صغير في البوابة الرئيسية الكبيرة، ودخلنا احنا التلاتة، انا وصالح والحفار. المنظر للوهلة الأولى مهيب جدا بصراحة، قرية كاملة من المقابر المرصوصة قدام عينك مش عارف تجيب آخرها، والجو ليل خالص وصوت الريح كان مخيف، منظر يخلي الأدرينالين يكهرب دمك ويشيب شعر راسك. المهم بعد ما دخلنا من الباب الصغير لقينا جنبه أوضة، وجنب الأوضة كان في حنفية. الحفار راح ناحية الأوضة وطلع مفتاح من جيبه وفتحها، وشاور لصالح ابن عمي وقال له هات الكروكين دول اللي هم أدوات الحفر، وشاور لي أنا وقال لي وانت يا ولدي هات جيركن المية ده، وشاور لنا على مكان الحاجة. دخلنا نجيب الحاجة ولقيناه بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. فصالح سأله وقال له ايه يا عم علي بتحسبن على مين بس؟ قال له بحسبن على الحرامية اللي سرقوا سلك وعمدان الجبانة، مفيش غير عمود واحد، دول قربوا يسرقوا الكفن من على الميت. المهم جه بعد كده ونور كشافه وسألنا معانا موبايلاتنا ولا لأ. صالح قال له انه نسي الموبايل بتاعه في العربية، وجه بصلي قلت له لا الموبايل بتاعي معايا الحمد لله. فالحفار قال لي طب نور كشافك واملى الجيركن اللي معاك ده من الحنفية وحصلني بيه انا وصالح عقبال ما نلاقي المقابر الخاصة بخالكم. ادوني ظهرهم ومشيوا خطوتين، بعد كده لقيته لفلي تاني وقال لي ولا نستناك يا ولدي. بصراحة انا اتحركت اقول له يستناني ومعرفش ازاي لساني فلت وقلت له لا اسبقوني انتم، هملى الجيركن بسرعة وحصلكم على طول. كملوا مشي وانا خدت الجيركن واتحركت ناحية الحنفية، بس عيني بص عليهم بتوتر ورجلي اعصابها سايبة وماشي عليهم بالعافية. فتحت الحنفية على الجيركن وعيني متابعة نور كشاف الحاج علي الحفار اللي عمال يبعد. بصيت على التليفون لقيت الساعة 1:03 بعد نص الليل، وفجأة لقيت الحنفية قطعت، وساعتها حسيت بلسعة برد مختلفة ضربت جسمي كله. بصيت تاني عليهم لقيتهم خلاص بعدوا عني، يدوب شايف ضوء الكشاف من بعيد بالعافية. فجأة وانا سرحان وعيني عليهم المية رجعت وصوتها خضني، فهزيت راسي كده علشان اهدى واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. بس لمحت بعيني حاجة بيضة بعيد عني بكام متر كده، وقلت لنفسي أكيد أول ما جينا ما شفناهاش من الضلمة. قربت بالكشاف أشوف إيه ده، وبرقت أول ما لقيتها طرف كفن وعليه دم. جسمي اتخشب مكانه وعيني برقت على الآخر، لأن الدم لونه أحمر مش دم ناشف، وأنا عارف إن محدش في النجع توفى النهاردة غير مؤمن ابن خال صالح. قعدت اهدي نفسي وكأني ما شفتش حاجة، ورحت للجيركن اللي بيتميلي تاني علشان اخده واروح لهم بسرعة حتى لو ما اتملاش لآخره مش مهم. غطيت الجيركن وشلته وجيت اتحرك، اكتشفت الكارثة اللي انا فيها. حرفيا هم بعاد عني لدرجة ان نور الكشاف انا شايفه بصعوبة، ومطلوب مني ان امشي بالجيركن ده ليهم على ضوء الكشاف ده في وسط القبور. غمضت عيني علشان اهدى وبدأت أقرأ آية الكرسي في سري واتحرك، بس فجأة اتجمدت مكاني والجيركن فلت من ايدي لما حسيت ايد بتسند على كتفي. ما قدرتش ابص ورايا نهائي وجسمي بقى بيتنفض، ولقيت على ضوء الكشاف قدامي ظل اسود طويل جدا وصوت بيهمس في وداني أنتم اللاحقون، أنتم اللاحقون، أنتم اللاحقون. وكان في اللحظة دي الجو حواليا سخن على الرغم من برودة الجو. بعد كده اختفى وقررت أتماسك وأكمل علشان أوصل لهم قبل ما يحصل لي حاجة. مسكت الجيركن اللي وقع واقف الحمد لله، والمية ما حصلهاش حاجة، وبقيت بمد على قد ما أقدر. بعد كام خطوة لقيت قبر مفتوح، قلت في عقلي أكيد بيتبني ولا حاجة، لكن اتفاجئت بصوت مسموع خارج من جوه كأن واحد بيتعذب وعمال يقول يا ريتني أرجع تاني، يا ريتني أرجع تاني. وفجأة شفت كأن عين نورت أحمر في القبر وطفت بسرعة،
وحسيت حد بياخد نفسه بصعوبة شديدة، وببص أشوف الصوت جاي منين. حسيته جاي من قبر العم سعيد، مات من كام شهر. بس فجأة سمعته هو نفس صوت العم سعيد بينادي عليا بصعوبة وبينطق اسمي حرف حرف، وأنفاسه كأنه بيحارب علشان ياخدها. فضلت واقف مكاني مرعوب، ولقيته بيقول دفنوني حي، غيبوبة سكر. أنا اتصدمت لأن فعلا العم سعيد كان عنده السكر، وقررت مش هبص تاني وهجري بالجيركن، ومش مهم المية اللي هتقع. وطول ما أنا بجري عمال بقول يا رب يا رب، وبقول كده بصوت مسموع، وسامع أصوات ناس بتتعذب وعمالين يصرخوا. وفضلت على الحال ده لحد ما قربت أوصل. اتفاجئت بالكفن اللي شفته جنب الحنفية تاني بنفس بقعة الدم. تجاهلته وكملت ناحيتهم لحد ما وصلت لهم. أول ما شافوني صالح بصلي باستغراب وقال لي إيه ده؟ أنت عرقان كده ليه؟ ده حتى الجو برد. أنت كنت شايل جيركن ولا برميل يا واد عمي؟ وكمل حفر. لكن الحاج علي الحفار كان باصصلي بصة كأنه عارف إيه اللي حصل لي. حط إيده على كتفي وقال لي أنت بخير يا ولدي؟ قلت له لأ حصل، ولسه كنت هكمل. قال لي ما تحكيليش يا ولدي، مش عايز أعرف حاجة. قلت له تمام، بس افتكرت العم سعيد وما قدرتش أمنع نفسي وسألته عنه. لقيته مصدوم وبيقول لي الحاج سعيد يا ولدي للأسف اندفن حي. اتصدمت وقلت له ازاي؟ قال لي عياله افتكروه مات، وبعد ما دفناه بكام شهر فتحنا القبر تاني علشان ندفن اخوه، لقينا الكفن بتاعه مفكوك وهو ميت وكأنه كان بيحاول ينبش. واستنتجنا بعد كده انه كان في غيبوبة سكر واتدفن حي. وبعد كام ساعة فاق، بس مات مخنوق من القبر والرعب والصدمة. كلامه صدمني وقلت له الله يرحمه. قال لي ايا كان اللي شفته يا ابني انساه علشان تقدر تعيش. ورجعنا تاني لصالح علشان نساعده. بعد نص ساعة الجماعة جم ودفنا الولد الله يرحمه وودعناه وروحنا، وكانت الساعة بقت 3. وعلى الرغم اني هلكان وهموت وانام، معرفتش انام خالص من اللي شفته. وقعدت فترة كل يوم أحلم بكوابيس وأقوم مخضوض وأبص في الساعة ألاقيها 1:03. الكوابيس كنت بشوف فيها إني في المقابر، وكنت بشوف فيها العم سعيد. ما كانش بيفارق أحلامي وأنا بتخيل تفاصيل الرعب اللي عاشها. ولحد دلوقتي بعاني وحرمت أروح مقابر تاني بالليل. سيبولنا رأيكم في التعليقات، واللي عنده قصة مرعبة حصلت معاه ياريت يبعتها لنا ونحكيها مع بعض. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.